بالشؤون السعودية لاعب الرجاء السابق. خالد القربي، كأس افريقيا للأمم، فوزي لكجع يعد بأفضل نسخة في تاريخ المسابقة. هذه آخر تصريحات فوزي لكجع، قال بشوفوا كأس افريقيا للأمم ما شفتوش كيفها قبل. فوزي لكجع اللي فاز بتنظيم، هو المغرب طبعا فاز بتنظيم كأس افريقيا للأمم على حساب الجزائر اللي انسحبت وقتها، كانت فما منافسة لكن الجزائر فضل الانسحاب. شنو قال فوزي لكجع؟ قال علينا أن نبرهن للعالم أننا قادرون على تنظيم المونديال وأننا سننظم أحسن كأس إفريقيا عرفته القارة منذ بداية التظاهرة. قال أيضا علينا أن نوازن بين بلد يسعى لتنظيم المونديال وتظاهرات كبرى بكل نجاح. ودجال المغرب نظم مونديال الأندية في مناسبات عديدة، وبين تطوير حضورنا الكروي قاريا وعالميا. هدفنا هو نفوز في يوم من الأيام بكأس عالمية في سنة من الأصناف الكروية التي تشرف عليها الجامعة الملكية المغربية. وقال طموحنا أن نكرس إنجاز منتخبنا في قطر وأن نزيد من حضورنا في مختلف الملتقيات الخاصة بالكرة النسوية وكل الفئات العمرية. هذه أبرز تصريحات فوزي لكجع العربي. المغرب تهدف للعالمية من خلال تنظيم كأس افريقيا للأمم، قال وصفها فوزي لكجع بالأفضل في التاريخ. وطبعا ننتظروا في مونديال على مستوى عالي في المغرب كما اللي ريناه في قطر. وظهر لي فوزي لكجع اول رئيس جامعه معنا في شمال افريقيا يعمل تصريح كما هناك، يقول ماذا بيه يعني ان شاء الله نجموا معنا نعملوا كاس العالم من احسن كؤوس العالم اللي صارت، وان شاء الله معنا نهزوا مع كاس افريقيا الامم وكاس العالم على مستوى يعني منتخبات معناها ولا الفرق. دونك تصريح بصراحه يقعد للتاريخ، في برشا طموح. انا نقول له مادام الدوله المغربيه والملك المغربي معنا قاعد يوفر ومغروم بالرياضه وكل ممهدات النجاح متوفره، دونك تي اوبليجي باش تعمل هكا. قادر انه يعمل احسن كاس افريقيا في التاريخ، وقادر المغرب انه يفوز بلقب عالمي في يوم من الايام. اللي يمشي للمغرب غاديك ويشوف معناها الانفراستركتور ويشوف البنايات ويشوف يعني المنشآت ويشوف شنو المغرب قاعده تخطط للقدام والرؤيه المستقبليه واستراتيجيه للمغرب. راه المغرب نقول راه بعدت علينا يعني بتاع 20 سنه قدام على مستوى الرياضه، وما زالت قاعده تبعد الوغ كو تونس معناها قاعده تمشي واحده دقيقه. ماناش نمشي واحده قاعدين واقفين. مو انا لطفتها شويه قاعدين نوخروا. تونس قاعده توخر بصراحه على مستوى استراتيجيه والبنيه التحتيه. دونك المغرب هنا فوزي لكجع انا نقول ابار معناها شنو قاعد المغرب قاعده توفر. فما رئيس جامعه تحسوا يفهم برشا كوره، تحسوا برشا في الكواليس. اي هاني جايك راه شوف راه كوره من غير كواليس، مسؤول من غير كواليس خويا شد بالك. شكون اقوى مسؤول في الكره التونسيه في الكواليس؟ اسم محمد هو بالله اعطيني، ولا محمد اكبر مني يعرف. جهرب يجاوب كيفاش في الكواليس؟ في الكواليس تحبني نخرج منها نمشي نبحث انت جيبيك عليه. شكون هكا مسؤول؟ في اللوف نعطيك المعلومه. يتحرك برشا في الكواليس. في اللوف نعطيك المعلومه برشا. انا محمد سليتي كان باش نسال وراه باش يعطيني. هو شوف كلهم يتحركوا، اما فما الاقوى فما الاضعف فما المتوسط فما درجات. كل جمعيه عندها كل جمعيه عندها كواليس اجابه وعندك التصنيف، اما ما تحبش تقول هكا ولا تصنيف في اللوف نقولوا لك. محمد تنجم تجاوبني على السؤال اللي سالته؟ كل جمعيه عندها مسؤول بارز في الكواليس. ومن هو الاقوى اللي يعملوا عليه في الامور الجانبيه؟ نمبر 1 شكون اقوى واحد في الكواليس؟ اقوى واحد في الكواليس غوي انت يا اقوى واحد في الكواليس. تخوضت هذه جمعيات الكل خوضت. فما شيء خويا. انا نخدموا على المغرب والجزائر. باهي محمد، هل ستكون افضل نسخه لكاس افريقيا الامم كما قال وكما وعد فوزي لكجع؟ نعرف انه الترافو ما يقفوش توا حاليا في المغرب اللي تهدف الى العالميه وتهدف ايضا للفوز بلقب مونديال في صنف من اصناف المنتخبات اللي تشرف عليها الجامعه الملكيه المغربيه. هذا وارد، هذا ينجم يصير فوز لقب المونديال وتنظيم افضل نسخه من كاس افريقيا الامم. شوف الديكلاراسيون هذه مين، شوف انت كي تشوف تنظيم كاس افريقيا وكاس العالم في 5 سنين. اي شوف في يعني متتاليين يعني في بلاد واحده. تعرف اللي الناس هذه عندها رؤيه وعندها استراتيجيه وقادمه ومحضره امورها على اكمل وجه. وكي نقولوا لكجع نقولوا يعني نقولوا مسؤول عنده من النضج حاليا اللي كل كلمه يقولها تخليه
نقولوا يقولها في محلها، يعني عنده يعرفش يقول يعرف يقول، لانه عنده وراه الاراده السياسيه، نقولوا الاراده الملكيه، وعنده الرؤيه الاستباقيه ايضا، يعرف شنو باش يصير، عنده الضوء الاخضر من اراده سياسيه كبيره، وعنده الفيفير باش يعمل اي حاجه من شانها باش تنجح التظاهر التنظيمي وتنجح المغرب سورتو اعلاميا في قدام العالم الكل. احنا في فتره ماهيش بعيده برشا كانت فما الاراده السياسيه محمد، الحقيقه كانت فما عنا اي كانت عنا فيما يخص الرياضه على الاقل. لا نحكي كان فما عنا في عهد زين عابدين بن علي. لا كل بلاد عندها وقتها. حاليا انا قلت لك جات تونس ومن بعد الجزائر ومن بعد حاليا المغرب، لكن اراده سياسيه مع نقولوا نحن امور جانبيه، امور في كواليس. كان عندنا نحن كواليس، كان عندنا كواليس خويا، كنا قويين في كواليس، لكن مش علنا. حاليا ولات اكثر علنا. نحن كنا ما ناكلوش الكل، ديما نخليو، ديما نجبدوا لرواحنا، ديما نخليو النجاح، نقسموا النجاح. تويكا يا خويا النجاح ولا شيره واحده. باهي ما تراش انه عندنا ممكن مسؤول على الساحه الرياضيه هكا التونسيه؟ لا تو نجموا نحضروه ونردوه مثلا حاجه تشبه شويه الفوزي لكش. ما هي خدمه هي حاليا يعني درت ورجعت نفس الموضوع. واحد عنده الامكانيات، راك انت المسؤول هذا. والله واحد عنده الامكانيات نسال معناها هنا والله بكل فضول، معنا حتى حد ينجم يكون هكا شويه من فوزي لكجة، يخدم لنا مصالحنا في الكاف. وقت تبدا هذا مربوط بالدوله نتاعك ولا حاجه. نحن نمر فتره يعني الدوله نتاعنا فتره باش تقف على في ازمه بالضبط، باش تقف على ساقيها. وقت تقف على ساقيها ساعتها تو لكل حادث حديث ان شاء الله. نحن عندنا من النص زاده من الثقافه اللي نجموا نمشوا لبعيد، والذكاء اللي نجموا نلقاو رواحنا في اي تظاهر ونجموا نقدروا رواحنا. شوف، هي كلمه كواليس يعني كلمه كبيره، لكن كي تبدا تصب يعني في الرياضه في صالح الرياضه التونسيه ما يسالش. قبل معناها كنت تحكي كان عندنا شكون يعني في الرياضه التونسيه، شكون ما قبل كان فما سليم، يعني كان فما سليم على مستوى الدولي، كان سليم شيبوب وحتى سليم علولو ولا اي كانوا فما يعني كانوا فما 4-5 مع سليم شيبوب عندهم علاقات على مستوى يعني الدولي. حموده بن عمار عنده علاقات معناها على مستوى الاتحاد الافريقي، شماوي عنده علاقات. هاني قلت لك فما 4-5 من الناس كانوا فعالين على مستوى الدولي. يا اخي كاس العالم نظمناه 2004 وكاس العالم قبل 94 تحكي على كاس افريقيا. كاس افريقيا سامحني، كاس افريقيا بطولة العالم كرة اليد 2005 ولا دونك هذوما شكون معناها كان عندهم نصيب. سليم شيبوب معناها النوادي نتاعنا كانت ممتازه على مستوى الافريقي، معناها التدخلات الكواليس. دونك هنا نقصد حاليا نقصد راهو شوف العلاقات الشخصيه راهو في الرياضه لابد منها، وما نجم حتى حد يخفاه. دبلوماسيا سماها الكابتن السوفت باورز بيان سور. فوالا دونك حاجه لابد منها هذه، راهو من غير علاقات راهو سامحني بالكلمه راهو ياكلوك الذيوب ويعفصوا عليك ويتعدوا. لكن زاد مش تبداش بالامور واضحه. به كأس افريقيا للامم طبعا على الابواب، شهر اقل من شهر بنهارين تقريبا 29 يوم تفصيلنا على الانطلاق. كأس افريقيا للامم بالكوت ديفوار، الانديه الاوروبيه طبعا في حاله استنفار، حاله طوارئ، بما انه عديد الانديه الاوروبيه تضم لاعبين سيشاركون في كأس افريقيا للامم. عز الدين وناح يمين حارث باش يكونوا مع المغرب في الكان، حاله سخط صلب فريق لوام اللي عنده 9 ملاعبيه باش يغيبوا عليه في الفتره ذيك. ما نعرفش شنو باش يعمل المدرب جينارو غاتوزو فيما يخص الموضوع هذا. مونديال الانديه، الاهلي الاتحاد السبعه الليله حمد الله يبدو انه جاهز وتجاوز مخالفات الاصابه. من المفضل للفوز، الاهلي المصري ام الاتحاد السعودي محمد؟ الاهلي. انا نشوف الاهلي مش تعمل رياكسيون. ترشح الاهلي لكن جات انه انت تحب فريق الاتحاد السعودي، انت فريق لكن لا مو فما فرق. شوف مهما تكون يمين ديما الكونسنتراسيون راي في الدوزيام ماتش راي يطيح. رابح وديما يفوريك في الماتش الثاني وتقول داخل بعقليه سيء المنتصر من قبل ما تبدا. والاهلي ماهيش من النوع اللي الساهل اللي تفرط لك في البارتي مهما تكون الادفرسير اللي قدامك. انا نشوف الاهلي نتيجه ايجابيه للاهلي مش تعمل رياكسيون كبيره. العربي الاهلي ام الاتحاد 30 ثانيه؟ بون بصفه يعني نقول اتحاد جده بحكم يعني اللاعبين اللي عندهم وقيمه تسويقيه 114 مليون يورو. يعني صحيح الاهلي 8 مشاركات، 3 ميداليات برونزيه 2005 يعني 2006 2020 2021. دونك تقعد مباراة إيكيليبري صعيبة، لكن على مستوى الفردي حاليا أهلي اتحاد جدة أفضل من الأهلي المصري.
باهي بعد شويه الكويز العربي جابر سيتحدى البطل محمد ستيتي هزيمه. انا كرهت ما فاتت جبت اجابه واحده صحيحه. لا انا اسمع راهو الميموار انا ميموار بتاعك يعني قلت لك تربح. وين الجرين تري ولو انا نشك ولو انا نشك اللي محمد عنده لي ريبونس كلها او كشت تليفونه من توا دونك فما ميساج تعدى. لا والله لا والله لا الكوندكتور الاجابات نعرفهم انا وبوغانجا هو الكوندكتور يجيني انا ناقص ويجي هو كامل. انا نعرف هكا مشكلتي الاولى. يلا فاصل وراجعين.